ممكن تدينا ملخص لعمليات التقييم والمراجعة اللي تمت بالنسبة للمرحلة الأخيرة؟ عملية التقييم يا فندم زي ما سيادتك عارف خدت أسابيع طويلة، لكن الحمد لله النتائج كانت إيجابية. أقرب مثل ممكن نتكلم عنه في المجال العسكري هو قصة الطيارتين الإسرائيليتين اللي اقتحموا المجال الجوي في المنطقة دي من الساحل الشمالي في عيد الثورة اللي فات، ولما تصدت لها وسائل الدفاع لاذوا بالفرار. لكن في عشرات شافوا الطيارتين دول وهم بيصطدموا ببعض وبيقعوا في البحر، وتحرياتنا احنا اكدت صحة هذه الواقعة. وفي ناس كتير على طول الساحل الشمالي شافوا الطيارتين دول وهم بيقعوا في المية. المسألة دي كانت محيرة جدا، لان مش ممكن مستوى الطيارين الاسرائيليين يصل لدرجة انهم يصطدموا ببعض اثناء الفرار. المزعج في الامر ان وسائل الاعلام نشرت الخبر ده، وبالتالي تناقلته وكالات الانباء. ولما خرجت الزوارق الحربية ومسحت المنطقة مسح كامل ومعها فريق ممتاز من الضفادع البشرية، ما عثرتش للطيارتين دول على اي اثر. وما كانش قدامنا غير اننا نبعت ل 313 نستوضحه حقيقة الامر. سمعت البي بي سي إيزاك؟ تقصد الطيارتين اللي المصريين قالوا انهم وقعوا في البحر؟ الخبر بيؤكد إن في شهود عيان شافوهم وهم بيقعوا. ايوه بس الطيارتين رجعوا القاعدة تاني ديفيد. بيتهيألي إن أصدقائنا هيطلبوا معرفة كل اللي حصل. تحب امتى؟ انت عارف ديفيد ان استراتيجيتنا في الحرب بيننا وبين العرب بتقوم على ان الحرب تبقى في ارض العرب وبعيد عن ارضنا، لكن مدى الطيران بتاعنا ما يقدرش يحقق الغرض ده. ليه؟ لان خزانات الوقود ساعتها صغيرة، ما تقدرش توصل لارض العرب وترجع تاني. أمال إزاي طياراتنا وصلت لمصر ورجعناها تاني؟ لاننا طورنا في الطيارات دي باضافة خزان للوقود لكل طيارة. يعني الخزانات دي اللي هي شافتها الناس وهي بتقع في البحر. ايوه، لان الخزانات دي بتمثل عبء على الطيارة وبتحد من قدرتها على المناورة، وكان لازم الطيارات دي تهرب من الطيران المصري لان مهمتها استطلاعية مش قتالية. ومع التقرير اللي سلمه 313 عن الواقعة دي بخط ايد ايزاك بن عمتاي، كان فيه رسومات هندسية للتطوير الجديد اللي ادخل على الطائرات الاسرائيلية. طب وايه حكايه جهاز الاشعه اللي اتقال ان الاسرائيليين ابتكروه؟ الغريب يا سيد نديم ان الخبر ده وصل لمصر عن طريق مصدر موثوق منه، والخبر ده بيقول ان الاسرائيليين ابتكروا جهاز للاشعه غير المرئيه يفقد الانسان بصره اذا سلط عليه. الخبر ده طبعا كان خطير جدا، خصوصا ان مصدره اكد صحته. ايه اللي قاله 313 بالظبط بالنسبة للخبر ده؟ انت عارف ديفيد طبعا ان غارات الفدائيين العرب خصوصا المصريين اصبحت مزعجه لينا جدا. عشان كده في مجموعه من العلماء ومنهم يوسي بالذات. يوسي ده اللي بيسهر معانا عند السرينة؟ ايوه هو بالظبط. فكروا في اختراع جهاز رادار ارض جديد عشان يكشف اي تسلل عبر الحدود. وتوصلوا الحاجه؟ هم فعلا توصلوا للجهاز ده، لكن اثناء التجارب اكتشفوا انه في عيب خطير جدا. ايه هو؟ اكتشفوا ان الجهاز بيصدر حواليه نوع من اشعه الليزر بتصيب العاملين عليه ببعض التهابات في العين. وطبعا الخبر تسرب نتيجة لدخول بعض أفراد طاقم الرادار إلى المستشفى، وكانت نتيجة طبيعية إن إسرائيل تستغل الخبر ده عشان تخوف الفدائيين أو أي حد يحاول التسلل عبر حدودها. واضح إنه بعت معلومات مهمة. حصل يا فندم، والملف اللي قدام سيادتك بيؤكد إن المعلومات دي من مصادر لا يرقى إليها الشك. أنا بروفيسور؟ سيرينا، أنا مش ممكن أسببك أي إزعاج، بس أنا مش لاقي حد أتكلم معاه ويفهمني غيرك.
بس أنا علاقتي بحنا مش حميمة زي ما أنت متصور. انت عارفه شباب الايام دي، وعارفه طبيعه الحياه في امريكا كمان. سيرينا، انا قلت حاجه ضايقتك؟ بروفيسور بلومبرج، خليك صريح معايا. اقسم لك اني صريح. ديفيد اتصرف مع حنا تصرف غير لائق. لا 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 لا، بالعكس تماما، ده كان لطيف معاها جدا. بس اللي اخشاه ان اراء حنا تضايقه او تسبب له ازعاج. شاول، أنت نسيت إني أنا افهميني ارجوكي، افهميني سيرينا. انت عارفه مركزي وعارفه طبيعه المشروعات اللي أنا مش فاهمة أنت مرتبك كده ليه شاول؟ مالك شاول؟ انا اسف سيرينا، يبدو اني ازعجتك. ادخل. سوري، انا افتكرت انك لوحدك. أهلا عمون. ارجوك بيعملي لي تليفون لما تفضي. لا 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 لا، ممكن تتفضل، انا ماشي. بس إحنا ما كملناش كلامنا شاول. معلش يا سيرينا، مرة تانية، انت عارفة الموضوع يعني مش مهم قوي. إذا كنت شايف كده خلاص. عن اذنك. سلام. سيرينا، الراجل ده خايف من حاجة؟ اقعد يا عمون، مالكش دعوة بأصدقائي. يا ترى ايه اللي وراك النهارده؟ بزنس. يبقى اكيد بتدبر مؤامرة. هيلين ريشتر. مالها هنا؟ الا مالي ليندا، الا مالي. انا مش عارفه ايه سر عصبيتك دي. انت مش عارفة جولدشتاين؟ عميل جستابو قديم ليه؟ بس كده؟ ودلوقتي في السي اي اي برضه ليه؟ ليندا من فضلك. اوكي. ودلوقتي عميل صهيوني. بس ده يقلقك في ايه؟ يقلقني لانه ما اقترحش عليا ان انا اشتغل معاهم، ده طلب مني. طب ما هو ده امر طبيعي. ده مش امر طبيعي، ده ابتزاز بيبتزوا الحكومه الالمانيه، ومن 52 هم بياخدوا مننا تعويضات عن اللي حصل لهم ايام الحكم النازي، وطبعا عندهم معلومات عني. واضح ان الصهاينه معاهم حق في ايه؟ ان احنا عندنا احساس بالذنب ناحيتهم. تفتكري انا عندي الاحساس ده؟ طب اديني تفسير تاني لحالتك دي. انت ناسيه مين بابا؟ مش ناسيه، كان عضو في الحزب النازي في الوقت اللي كان كل الشعب الالماني اعضاء في الحزب ده. وجوزي. هيلين، انت خايفه من حاجه؟ مخبيه عني حاجه يا هيلين؟ اطلاقا، اقسم لك. امال خايفه من ايه؟ انا مش خايفه من حاجه، انا عارفه ازاي اسكتهم. اعمل لهم مشروعات في تل ابيب، انا عارفه ان اقتصادهم محتاج لحقن انعاش. طب يبقى خلاص مفيش مشكله، بيزنس از بيزنس. مش عايزه اشتغل مع الناس دي. وليه تديهم فرصه للتساؤل؟ مش عارفه اعمل معاهم بيزنس من انهي نوع. بسيطه، مشروعات تتناسب مع امكانياتهم وفي نفس الوقت ما تتعارضش مع شغلك هنا. انت مش قلتي ان ليكي صديقه في اسرائيل؟ سيرينا اهرون. ايوه، ما انت حكيتي لي عنها. هي فعلا مختلفه، هي عضو في الهيسترات، بس برضه ست فاهمه كل حاجه. خلاص، ما دام كده اتصلي بيها فورا. انا طالبه مكالمه من نص ساعه. يعني اتخذتي قرار؟ بس عايزاكي جنبي وانا بكلمها. يا ريشتا. هالن، مفاجأة غير متوقعة. ها سيرينا، كنت مستنياكي تتصلي بيا من مدة طويلة. اتفقنا في آخر لقاء كان على شيء آخر. عندي مشاريع كتير عايزة أتكلم معاكي فيها، وأنا تحت أمرك. طب أقدر أجي تل أبيب على أول طيارة؟ أهلا بيكي في أي وقت. يا ترى هتساعديني؟ بالتأكيد. أوكي، يبقى هديكي خبر بيوم وصولي. دانكش. السؤال لسه موجود ومحتاج اجابه. سؤال إيه ده؟ فكرتي ايه نوع البيزنس اللي هتعمليه مع الناس دول؟ أنت اللي تقول يا عمو. بلاش نتعامل مع بعض بالاسلوب ده سيرينا. أنت اللي فرضت الأسلوب. هيلين ريشتر عندها استعداد تتعامل معانا في اي مجال. زي إيه؟ مش مهم زي ايه، المهم مع مين. مع مين بن أهرون؟ ديفيد شارل سامحون. إيه اللي بتسعى إليه بالظبط يا عمو؟ شوفي سيرينا،
اذا كان ديفيد هيبقى له المكانه الكبيره دي في الحزب وفي الوطن، لازم نعمل حسابنا من دلوقتي ان احنا نقف جنبه ونسنده. واظن ده يسعدك جدا. لا لا سيرينا، اوعي تفكري في ابعد من الكلام اللي انا قلته. في المدرسة الابتدائي في مصر ادونا جملة كان وقتها دمها تقيل قوي بالنسبة لي، بس بعد كده لما كبرت عرفت قد ايه الجملة دي مفيدة. هي ايه الجملة دي؟ أفلح إن صدق. طب هل ان صدق تتجوزيه؟ عمون. وانت اقدر بلغنا تليفونين، اذا استقر رايك واحنا نرتب لك فلوس. هتصل بيك خلال اسبوع. شكرا. اقدر اساعدك؟ أنا اللي هساعده نيل. بكرة توفق أدون تمام. انا عايز اقابل ادم سمحون. مدموزيل مردخاي هترد على اي تساؤل انت عاوزه. كل اللي أنت عاوزه. اتفضل معايا. ليلي، ادون سمحون كان عاوز ايه الشاب ده؟ كان عاوز يشوفك ومدموزيل مردخاي اخدته مكتبها. طيب من فضلك ابعتي لي البرقيه دي دلوقتي. اوكي يا ادون سمحون. شلون؟ اللي أنت بتعمله ده معناه إنك عايز تسبب لي متاعب في شغل. انا قلت لك هقابل ادم سمحون، يعني هقابله علشان إيه؟ عشان اعرف منه الحقيقه، ولازم اعرفها. أنا قلت لك الحقيقة. انت قلتي ما تعرفيش. يا هديت مالك؟ ها؟ يا هديت في حاجه؟ ممكن نتناقش بعد ميعاد الشغل؟ عايزه تتخلصي مني. شلومو أرجوك حاول تفهم. افهم ايه؟ روح دلوقتي وبالليل نناقش كل اللي أنت عاوزه. بالليل؟ بالنسبة لأدرياتيكا بعتوا لنا رد بالموافقة، والفوج بتاع يوم 19 بتاع قبرص أعتقد إنه هيكمل النهاردة أو بكرة بكتير. بعتي برقيه لبيمبوس؟ من نص ساعة. عظيم. في حاجه تانية؟ أنت مش عاوز حاجة تانية؟ انا عاوز اعزمك على الغدا النهارده. كنت متوقعة حاجة زي كده. افهم من كده انك عارفه السبب؟ ماجي تور. الو.
كان عاوز ايه الشخص اللي اخدتيه على مكتبك يا وداد؟ ابدا. ابدا ازاي؟ دي اللي قالت لي انه كان عاوز يقابلني. لا، ده كان عاوز يقابلني انا. بخصوص ايه؟ موضوع شخصي. هي الموضوعات الشخصيه بتتناقش في الشركه يا وداد؟ هو انا قصرت في امر من امور العمل؟ على فكره انا نسيت اقول لك، الحفله كانت ظريفه قوي وانت كنت متالق، كنت مرح جدا وتوزع اعجابك على الجميع، خصوصا اللي اسمها حنة دي. هي افكارها كده فعلا ولا مدعيه؟ انا متهيألي ان افكارها كده فعلا. مش عارفه، حسيت انها غاويه مظاهر وكل اللي يهمها انها تستعرض معلوماتها. انا ما حسيتش كده خالص، وهي مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط يعني. ما دام ما حسيتش تبقى معجب بيها. وبعدين؟ فاكر لما غضبت لما جبت لك سيره كلارا؟ ساعتها انا حسيت انك ممكن تسيبني وتبعد عني، وانا ما كنتش عايزه ابعد عنك. يا وديت انت بتتكلمي كلام غير مرتبط ببعضه تماما، ملوش اي علاقه ببعض. لا، ليه علاقه ببعض وانت فاهمني كويس. يا وديت انا عاوز انبهك. تنبهني لايه؟ انت فعلا معجب بيها ولا لسه مش قادر تتخلص من تاثير استر عليك؟ يا وديت ما اسمعلكيش تتكلمي في الموضوع ده ابدا، فاهمه؟ انا اسفه. انا بعتز بيكي كسكرتيرة ناجحة. حقك ان يبقى في حياتك حد زي ما من حقي انا. انت حبيت استر وهي مرتبطه، وانا مش راضيه ارتبط علشانك. كلامك ده معناه في احتمالين، اما انك انت مالكيش علاقه بحد، او انك مرتبطه وبتحبي. فعلا في واحد بيحبني قوي، بيحبني لدرجه. المهم انت يا وديت. اكيد في حاجه جوايا حلوه ناحيته ما كنتش منتبهه ليها. زي ايه؟ مش عارفه، بس في حاجه انا اتاكدت منها النهارده. بس ايه هي؟ اني مش ممكن افقد حبه. هو ده الشخص اللي ظهرك في مكتبك؟ ايوه هو. تخين لطيف، شكله لطيف جدا. ايوه، وبصراحه شغلي معاك عامل لي مشاكل كبيره معاه. عن اذنك. اهدي يا ولد من فضلك. مشاكل ايه؟ شلونه عصبي وغيور زي طفل فهمت. ايه رأيك في دعوة تتوجهلك ولشلومه على العشاء عندي؟ ممكن تزيلي اي شكوك. مفيش مانع. ايه رأيك في يوم السبت الجاي؟ اقدر استأذن منك دقيقة واحدة؟
رايحه فين حنان؟ خارجة. واضح انك خارجه، لكن رايحه فين؟ معرفش. حنا حبيبتي، اجي معاكي؟ لا معلش يا جان، خليكي مرتاحة. أنا عاوزة أشوف تل أبيب لوحدي، عن إذنكم. جرى ايش اقول؟ انت ناسي انها عايشه لوحدها في امريكا؟ ايوه بس دي ما تعرفش البلد ولا تعرف حد هنا. ولو شاول ولو، حنا ما بقتش صغيره. انا بعتبر هيلين ريشتر صديقه بالفعل، بس يا ترى هي بتعتبرني صديقتها؟ ليه لا؟ لانه في حاجه مهمه انتوا ناسيينها. احنا الناس دول مش اغبياء، عارفين كويس قوي احنا بنعمل ايه وايه اللي احنا عاوزينه بالظبط. هو ده المطلوب لينا مش ليهم. وايه الغلط في كده؟ الغلط ان احنا بناخد منهم اللي هم عاوزين يديهولنا مهما كانت براعتنا، وبنخسر اللي احنا محتاجينه بالفعل، خصوصا في الايام دي. ممكن تفسري اكتر؟ احنا بناخد بيزنس وتعويضات بتمدنا للحياة سنة سنتين، وبنخسر احترام الناس، والاهم من ده بنخسر محبتهم. تعرفي سيرينا، لولا اختلاف وجهات نظرنا احنا كان بقى لنا شأن تاني. شفت اخر افلام ليلى مراد؟ ليلى مراد؟ في اغنية في الفيلم بتقول كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله. مالك عمون؟ لا ابدا، بس برضو ما نسيش ان في حكمة بتقول ان الاختلاف في الرأي ما يفسدش للود قضية. طبعا. بتقوليها عن اقتناع؟ طبعا. بتقوليها من قلبك؟ عمون مالك النهارده؟ لا ابدا، هو كان ده فعل ماضي صحيح، ما قلناش حاجة، لكن ممكن ما نسيبوش في حاله. ممكن، لكن ايه سيرينا؟ ممكن تسيبه في حاله مؤقتا.
سامحوني. ديفيد تشارلسون. لا بيته جديد. العنوان مش في الدليل. ايوه. اوكي ثانك يو. جود ايفنينج ديفيد. جود ايفنينج. اتفضلي. ام سوري، الظاهر انا جيت في وقت مش مناسب يعني. لا اطلاقا، انا اصلي كنت بقرا في اوضه النوم يعني، عن اذنك. كويس قوي انك عرفتي العنوان. بس يا ريت ده ما يكونش فيه ازعاج ليك يعني. مش المفروض انك تكلمي شاول علشان تطمنيه؟ لا، ما انا اصلي لو كلمت شاول هيسالني بتكلم منين. فيها ايدي. ما انا ما بحبش اكذب. ليه تكذبي؟ انا قلت حاجه غلط؟ على فكره انا ما كنتش شفت بيتك كويس يوم العشاء. تعرفي حنا، انا مش قادر افهم منطقك ده خالص. لانك بتفكر بمنطق مختلف ومن سنين طويله، مش قادر تقنع نفسك ولو للحظه انك تناقشه تفكر فيه. شوف ديفيد، انا عارفه انك زعلت قوي من الكلام اللي انا قلته يوم ما كنت عندك في العشاء. زعلت؟ ايوه، ومع ذلك مش عايزاك تفكر ولو للحظه ان انا جيت الليله عشان اعتذر. حنا تعرفي، انا مش قادر افهم منك اي حاجه خالص. مش قادر تفهم؟ بالتاكيد. يعني انت ما زعلتش من ايه؟ ان انا قلت لك رايي؟ بالمره. حنا، علشان الامور تبقى واضحه، انا ممكن اكون مختلف معاكي في الراي، لكن مش زعلان منك. يعني انا ما جرحتش شعورك؟ انت شربتي حاجه قبل ما تيجي؟ لا حقيقة عايز اعرف ايه اللي شغلك. ولا حاجه ديفيد، ولا حاجه. انا سعيده جدا جدا. انت عارفه حنا، انت ممكن تكوني مش حاسه بالمشكله لسبب بسيط جدا. ايه هو؟ يعني انت اتولدتي في امريكا، تربيتي فيها، ما تعرفيش احنا عانينا من الاضطهاد قد ايه ومن قرون طويله. انا
قلت حاجه غلط؟ اسمعني كويس ديفيد، انا يهوديه زيك بالظبط. ابويا يهودي، امي يهوديه، اجدادي كلهم يهود، ومفيش اي دم غريب دخل العيله. ورغم ذلك عقلي بيرفض المنطق اللي انتوا كلكم عايشين بيه هنا في اسرائيل. منطق؟ انا ضد الصهيونيه. في ناس كتير قوي في اسرائيل مش مقتنعين بالصهيونيه، لكن مقتنعين بان الارض دي هي اللي وعدنا بيها الرب. ما انا كمان ضد العنصريه دي. اوكي، يبقى اتفقنا. اتفقنا ازاي؟ انا على ما سمعت انك مقضي كل حياتك بتحارب عشان تقيم دوله عنصريه. حنا، كلمه اسرائيل في حد ذاتها عنصريه، وحكايه الارض اللي وعدنا بيها الرب دي امتياز يساوي العنصريه. هتلر كان بيقول نفس الكلام ديفيد، ولا نسيت؟ زعلت مني؟ تروسي، قالوا لي انك بطل. بيبالغوا. وانك مصري. اتولدت في مصر. عاوز اسالك سؤال ديفيد. انت تأمري وانا اجاوب على طول. قبل ما تيجي اسرائيل كنت بتحس في مصر انك غريب؟ كنت بتحس ان في اي فرق بينك وبين اي مسلم او مسيحي؟ قولي الحقيقه من فضلك ديفيد، نفسي اعرفها. يعني مش بالشكل اللي بيصوروه هنا ابدا. شخصية غريبة، أغرب شخصية صادفتها، حادة جدا، ورقيقة لدرجة إنها بتدوب بنعومة، جريئة لحد التهور، واضحة قوي لدرجة الغموض. ثوري وحالم، متعصب رومانسي، مرح لكن في عينيه حزن، جواه غموض غريب مثير. ولا غموض ولا حاجة. ايه الغريب يعني انها تعبر لي عن افكارها اللي مؤمنة بيها؟ الغريب انها تعبر لي انا بالذات عن افكارها دي. يمكن دسيسة، فخ منصوب لك رأفت. أكيد كان بيغلي من الغضب، لكن عنده القدرة إن ملامحه ما تعكسش اللي جواه. كرم ضيافة زي ما قال شاول، ولا تركيب الدبلوماسي مناور، حاسب انفعالاته بدقة، مبرمج نفسه. اتعودت على الشك لغاية ما بقى هو الحقيقة الوحيدة اللي في حياتك. ولا ايه الحكاية؟ امتى تقدر تتعامل مع الناس بشكل طبيعي، من غير حسابات، من غير خوف ولا حواجز؟ امتى تقدر تبين مشاعرك الحقيقية؟ لا، أنا إحساسي بيقول غير كده، بس أنا عموما إحساسي طلع غلط، لأن أفكاري فعلا لقيت صدى عنده، صدى عند واحد متعطش يسمع اللي كان مستني يسمعه. تبريراتك غلط يا شاول، إحساسي أنا اللي صح يا شاول. حلا، في حاجة؟ كنت بتكلمي مين؟ لا لا ابدا. ايه؟ كنت ماسكه سماعه التليفون. مالك شاول، مالك؟ مالي ايه؟ انا اللي بسالك. كنت هكلم سيرينا. وما كلمتهاش ليه؟ تراجعت. ليه؟
كنت هتقولي لها ايه؟ مش معقول شاقول. انا زي ما اكون متهمه وانت بتحقق معايا. انا اسف. مالك حنان؟ شاول قال لي لما جه من اسرائيل انه كان بيسعى ورا حلم، ورا مثل اعلى. كان فاكر انه بيشارك في تحقيق فكره ساميه او عظيمه. دلوقتي اكتشف انه بيسعى ورا سراب. طيب ليه ما رجعش امريكا؟ ديفيد ارجوك ما تسخرش مني. اسخر مني؟ لانه ما يقدرش يرجع وانت عارف ده كويس. حنا لانه لما فكر مجرد التفكير في الرجوع كان التهديد صارخ وواضح فتراجع. المشكله يا حبيبي انكم مش قادرين تعرفوا الفرق بين الوطن والارض. الوطن مش الارض لوحدها ديفيد. الوطن يعني الارض والناس والتاريخ والجيران. انت مجنونه. مجنونه؟ ما معقوله كل المعارك دي تحصل بسبب واحد اتجوز 2؟ مين ده؟ ابراهام ديفيد، نبي الله ابراهام اللي اتجوز هاجر وكان متجوز ساره. ولاده الاتنين نزلوا الدنيا دي عشان يحاربوا بعض آلاف السنين، ولسه الحرب دايره. انت ملحده. من آلاف السنين واحنا بندور على ارض تقوينا، مش وطن يحمينا ويضمنا. انت برضه ملحده. احنا كنا اول ناس يعرفوا الرب، عشان كده تخيلنا ان احنا شعب الله المختار، وده كان صحيح في البدايه. بس أؤكد لك يا عزيزي الناظر ان الحقيقه الفعليه انه من 2000 سنه من وقت ميلاد المسيح هنا على الارض دي، وفي ناس غيرنا كتير عرفوا الرب، واعتقد انهم عرفوه بطريقه افضل كتير مننا. انت مش ملحده وبس، انت شيطان. لازم تعترف ان الرب ما بقاش حكر علينا احنا بس، رب بقى مشاعر لكل البشر كده. انا مش قادره افهم جان، ايه الحاله اللي انتوا فيها دي؟ انت مكتئبه، شاؤول متوتر ومرتبك ومش طبيعي، في ايه؟ انا مكتئبه علشان حزينه على حال شاؤول، وشاؤول طبيعي يبقى مرتبك ومتوتر. كل ده بسببي انا؟ لدرجه دي وجودي معاكم بقى بيضايقكم يعني؟ بالعكس حنا، المفروض وجودك معانا كان بيساعدنا، لكن لكن احنا لما عرفنا انك جايه كنا هنطير من الفرح. شاؤول لانك اخته الصغيره اللي بيحبها وفخور بيها، وانا لان انا طول الوقت لوحدي في البيت. ساعات طويله شاؤول بيبقى في شغل، وانا محبوسه بين 4 حيطان مش لاقي حتى حد يكلمني، ولا انا حتى بكلم حد. عشان كده كنت سعيده جدا لما عرفت انك جايه. طب وايه اللي حصل جان؟ ايه اللي حصل؟ خيبت ظنك ولا زودت وحدتك ولا ايه؟ ما تزعليش مني حنا، وجودك معانا بقى يخوفنا دلوقتي. الدرجه دي؟ مش عارفه جان، بتهيألي ان انتوا بتكبروا الامور زياده عن اللزوم. لو كل الناس زيكم كده كانت البشريه بقت في منتهى التعاسه. انت مش قادره تقدري حنا، شاؤول ما بينامش، منتظر باللحظه والتانيه مشاكل هو في غنى عنها لو ما كنتش موجوده. مش كده؟ تحبي ارجع اسافر امريكا؟ انا افضل حنا، طالما انت مصممه انك تقابلي ديفيد وتجادليه في مواضيع شاؤول شايفها انها في منتهى الخطوره. انا نفسي مش قادره افهم ازاي واحد انت مش قادره تتفاهمي معاه ومصممه انك تقابليه. لاني بحبه جان، مختلفه معاه لكن بحبه. أنا ديفيد، انت لسه في البيت؟ 10 دقايق يكون عندك. ايوه طب من فضلك بسرعه شويه ديفيد، بسرعه. انت عارف اللي اتمسك ده اتمسك ليه؟ يا سيد نديم انا لانه اوح زيك ولا سمعش الكلام. يعني ايه؟ يعني كان على علاقه بواحده اسرائيليه، ورغم تحذيرنا ليه الا انه ما سمعش الكلام. شكت في تصرف بسيط من تصرفاته وهي اللي بلغت عنه. بس دي امريكانيه مش اسرائيليه يا نديم بيه.